السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب ستة ابتدائي، عاملين ايه يا حبايبي؟ أتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية إن شاء الله. أتمنى كده ربنا يكون موفقكم في الامتحانات اللي قبل كده، وميعادنا إن شاء الله مع مادة العلوم بكرة. عايزك تطمن لو أنت واقع في المنهج خالص. إيه رأيك إن أنا هقول لك إن أنا هلم لك المنهج في الفيديو دوت؟ فركز معايا، هنلم المنهج كله كشرح سريع في الفيديو دوت، بس عايزك تركز معايا كويس قوي. خلاص، تعالى نبدأ كده بسرعة عشان ما اطولش عليك. احنا عندنا المنهج بتاعنا بيتقسم إلى وحدتين، كل وحده فيها بعض المفاهيم. الوحده الاولى فيها 3 مفاهيم، والوحده الثانيه فيها مفهومين فقط. تعال نبدا كده سريعا بسم الله. المفهوم الاول كان بيكلمك عن الخليه كنظام، بيكلمك عن الخليه. احنا قلنا ان الخليه دي هي اصغر وحده بنائيه لجسم الكائن الحي، ولو افتكرت قبل كده من سنه 5 ومن سنه 4 قلنا ان الذره هي اصغر وحده بنائيه للماده. ايه هي الماده؟ اي حاجه موجوده حواليك هي ماده. الماده بتختلف عن الكائن الحي. الكائن الحي اللي هو الانسان والحيوان والنبات. طيب، معظم الخلايا اللي عندنا ما بنقدرش ان احنا نشوفها. في خلايا ما بنقدرش ان احنا نشوفها، وفي خلايا ان احنا بنقدر نشوفها. فعندي قسموا لي الخلايا لثلاث انواع. اول خليه وهي الخليه الكبيره جدا، دي اللي عينك بتقدر تشوفها. زي ايه مثلا يا مستر؟ زي الخليه بتاعت بيضه الطائر. البيضه بتاعت الطائر انت مش حضرتك بتقدر تشوفها؟ تبقى خليه كبيره. طب وعندي كمان خلايا صغيره زي ايه؟ زي الخلايا الحيوانيه والنباتيه. اسمح لي اقول لك ان الانسان هو خليه حيوانيه. الانسان خليه حيوانيه، وعندي خليه نباتيه دي خاصه بالنبات. طب وعندي كمان خليه صغيره جدا، ودي بقى اللي عينك ما تقدرش تشوفها، بنشوفها تحت حاجه اسمها المجهر، الميكروسكوب. ايه هي؟ هي خلايا البكتيريا والفطريات. البكتيريا والفطريات احنا ما بنقدرش نشوفها. فدي كده الثلاث انواع بتوع الخلايا. اتكلم كمان على جسم الانسان. جسم الانسان قال لي ان الجسم بتاعنا ده بيتكون من حوالي 40 تريليون خليه. 40 تريليون خليه. طيب، جسم الانسان ده بيتكون ازاي؟ تعال نشوف كده واحده واحده. انا قلت لك اصغر وحده بنائيه لجسم الانسان هي الخليه. طب وبعد الخليه، لو جبت خليه ركبتها مع خليه مع خليه مع خليه هيكونوا لي حاجه اسمها النسيج. لو جبت نسيج مع نسيج مع نسيج هيكونوا لي العضو. طب جبت شويه اعضاء مع بعض يكون لي حاجه اسمها الجهاز. هنعرف كل دوت في المفهوم الثاني ان شاء الله. طيب بعد لو جبت شويه اجهزه، حطيت الجهاز الهضمي مع الجهاز التنفسي مع الجهاز الدوري، جميع الاجهزه حطيتها مع بعض هيكونوا لي جسم الكائن الحي. طب لو كده ركزت معايا كده، عشان ممكن يجي لك بكره يقول لك ايه، اكتب المصطلح العلمي، يعني الجمله اللي كاتبها لك دي معناها ايه. اول حاجه الخليه. ايه هي الخليه يا مستر؟ هي وحده بناء الكائن الحي. هي وحده بناء الكائن الحي. طب نخش على الحاجه الاكبر شويه وهي النسيج. ايه هو النسيج؟ قال لي هي مجموعه متشابهه من الخلايا. مجموعه متشابهه من الخلايا بتتشابه في ايه؟ بتتشابه في الشكل والوظيفه. شكلها ووظيفتها الاثنين زي بعض. طيب لو جيت بعد كده كبرنا شويه، دخلنا على العضو. ايه هو العضو؟ قال لي هي مجموعه انسجه حطيناهم مع بعض. مجموعه انسجه حطيناهم مع بعض. ليه؟ علشان يشاركوا وظيفه معينه. عشان يشاركوا وظيفه معينه مع بعضهم. دخلت بعد كده على العضيه. ايه هي العضيه دي؟ قال لي ده تركيب داخل الخليه ليه وظيفه خاصه. تركيب داخل الخليه ليه وظيفه خاصه، وهنعرف دلوقتي الخليه بتتكون من ايه. طيب عندي عمليه مهمه جدا. ممكن يجي يقول لك اذكر المصطلح العلمي، او هي عمليه التنفس الخلوي. هي عمليه التنفس الخلوي. الخليه دي احنا هنعاملها كانها انسان. الانسان مش بيحتاج ان هو يتنفس وياكل ويشرب عشان يعيش، فالخليه نفس الكلام، لازم تاكل وتشرب وتتنفس. فايه هي عمليه التنفس الخلوي؟ قال لي هي عمليه استخدام الاكسجين اللي حضرتك دخلته لجسمك. تمام؟ ليه؟ علشان يستخدم الطاقه الكيميائيه اللي جايه من الطعام. هي استخدام الاكسجين مع الاكل اللي حضرتك دخلته لجسمك عشان الخليه تبدا ان هي تشتغل وتاكل وتشرب، وتبدا انها تشتغل وتعمل الوظيفه بتاعها، وجسمك يبدا يكبر. دخلت بعد كده على تصنيف الكائنات بقى، بس من حيث عدد الخلايا. عندي نوعين: كائنات وحيدة الخلية وكائنات عديدة الخلية. طيب ايه هي الكائنات وحيدة الخلية؟ قال لي زي البكتيريا. دي كائنات بتتكون من خلية واحدة بس، جسمها كله على بعضه هي خلية واحدة. طب والكائنات العديدة الخلية؟ قال لي دي يبقى عندها العديد من الخلايا باينة من اسمها. زي ايه يا مستر؟ زي الانسان والحيوان والنبات. طيب انا ازاي يا مستر الناس دي عرفوا الخليه؟ قال لي عرفوا الخليه عن طريق حاجه اسمها، قلت لك، الميكروسكوب. طب الميكروسكوب ده استخدمناه في ايه؟ استخدمناه علشان نكبر الحاجه الصغيره دي ونقدر ان احنا نشوفها. مين اللي عمل لي الكلام ده؟ عالم اسمه روبرت هوك. اسمه روبرت هوك. عمل لي حاجه اسمها الميكروسكوب. بيستخدم بايه؟ بيستخدم في فحص الاشياء الدقيقه جدا، الحاجات الصغيره خالص.
دخلت بعد كده قلت لك ان انا عندي انواع الخلايا اتنين، حيوانيه ونباتيه. الاتنين شبه بعض، هظهرهم لك عندك في الصوره علشان عينك تميزهم. طيب الاتنين شبه بعض في ايه؟ الاتنين بيعملوا نفس الكلام، بس واحده في الانسان والحيوان وواحده في النبات، واحده في الانسان والحيوان وواحده في النبات. طيب الاتنين ليهم نفس التركيب، اي خليه عندك ليها نفس التركيب، بس هنا هنختلف في شويه حاجات بسيطه ما بين الاتنين. طب ايه هي الحاجات الاساسيه مستر اللي موجوده في كله؟ قال لي اول حاجه غشاء الخليه. غشاء الخليه، ايه هو غشاء الخليه؟ قال لي دي الطبقه اللي بتحوط على المكونات او الحاجات اللي جوه الخليه، وكمان وظيفتها انها تتحكم في الحاجات اللي داخله واللي خارجه للخليه. بنسميها زي كده حارس المدينه، الحارس اللي بيحرس المدينه هو اللي مسؤول مين اللي داخل ومين اللي طالع، فده هو ده غشاء الخليه. طب جيت بعد كده عندي حاجه اسمها السيتوبلازم. ايه هو مستر السيتوبلازم؟ قال لي السيتوبلازم ده السائل اللي موجود جوه الخليه علشان تسبح فيه المكونات بتاعه الخليه. دخلت بعد كده على الميتوكوندريا. ايه هي الميتوكوندريا؟ الميتوكوندريا دي مسؤوله انها تحول السكر اللي بيدخل لجسمنا او اللي يدخل للخليه عامه الى الطاقه عشان يعمل عمليه تنفس خلوي. طب بعد كده عندي النواه، حاجه صغننه كده بتبقى صغيره خالص موجوده جوه الخليه. ايه هي النواه؟ النواه دي هو المركز الرئيسي، الحاجه الرئيسيه اللي بتتحكم في الخليه، ودي مسؤوله عن الانقسام. يعني ايه انقسام؟ دي اللي بتخلي الخليه تتقسم لاثنين وثلاثه واربعه علشان تبدا تكون لي خلايا ثانيه وجسم حضرتك يبدا يكبر. عندي كمان الشبكه الاندوبلازميه، دي بتساعد في نقل وجمع البروتينات، نقل وجمع البروتينات. وكمان لو الخليه دي حصل لها اي اتلاف، حصل لها ان هي بدات ان هي يحصل لها اي اتلاف. يعني ايه اتلاف؟ يعني لما حضرتك مثلا بتيجي تتعور كده بتلاقي ان جسمك بدا يكون جلد جديد، فده بتصلح الكلام ده، هي اللي مسؤوله عن تصليح الكلام ده، اعاده بناء الخليه، اعاده بناء الخليه. وعندي كمان حاجه اسمها جهاز جيولوجي. ايه هو جهاز جيولوجي؟ جهاز جيولوجي دوت مسؤول عن تحضير وتغليف المواد داخل وخارج الخليه، ده اللي بيحاوط على الحاجات بس جوه الخليه. طب وعندي حاجه اسمها الفجوه العصاريه. ايه هي الفجوه العصاريه؟ الفجوه العصاريه دي حاجه موجوده جوه الخليه بتساعد الخليه انها تخزن العناصر الغذائيه والميه والفضلات بتاعتها، وبتكون كبيره شويه في الخلايا النباتيه. عندي كمان حاجه اسمها، ركز بقى في الحاجتين دول، بلاستيده خضراء وجدار خليه. دول موجودين فقط في الخليه النباتيه، يعني مش هتلاقيهم في الخليه الحيوانيه. يبقى عندي بلاستيده خضراء وجدار خلوي موجودين في الخليه النباتيه فقط. يبقى لما يجي يجيب لك الرسمه زي ما ظهرتها لك من شويه هتلاقي الفرق الوحيد ان دي عندها بلاستيدات خضراء. انت لما يجي يقول لك الخليه اللي قدامك بتاعت ايه، تتاكد من اول حاجه فيها بلاستيدات خضراء ولا لا، فيها يبقى نباتيه، ما فيهاش يبقى حيوانيه. البلاستيدات الخضراء ديت جواها ماده اسمها ماده الكلوروفيل. الكلوروفيل دي ماده مسؤوله ان هي بتخلي الشجر بتاعنا لونه اخضر، بتخلي الورق بتاع الشجر لونه اخضر، ودي بتعمل عمليه اسمها البناء الضوئي عشان النبات يبدا ياكل. وعندي كمان زي ما قلت لك الجدار الخلوي. الجدار الخلوي ده الماده الخارجيه اللي بتبقى بره خالص للخليه النباتيه قبل كمان الغشاء الخلوي. دخلت بعد كده على ان انا قلت ان عندي بعض العضويات، بعض الاعضاء موجوده في الخليه النباتيه مش موجوده في الخليه الحيوانيه. ايه هي مستر؟ قلت لك حاجتين، ايه هما؟ البلاستيده الخضراء وجدار الخليه. ده كده ملخص المفهوم الاول سريعا. تعال نخش على المفهوم الثاني. يلا بينا حبايبي نكمل، نخش على المفهوم الثاني سريعا. المفهوم الثاني بيكلمني عن ايه؟ بيكلمني عن الجسم كنظام، جسم الانسان بيشتغل ازاي، ايه الاعضاء وايه الاجهزه اللي موجوده فيه. تعال ناخد الموضوع من تحت خالص. احنا مش قلنا ان انا عندي خلايا بتتكون بعدها انسجه، بعد كده بيتكون اعضاء، بعد كده اجهزه، بعد كده جسم الكائن الحي. طب ايه هو الجهاز؟ قال لي الجهاز ده هو مجموعه من الاعضاء بتعمل مع بعض عن طريق عشان تعمل ايه؟ عشان تعمل وظيفه معينه. طيب جسم الانسان بيحتوي على عده اجهزه، اهمها ايه؟ اول حاجه الجهاز العضلي الهيكلي. الجهاز العضلي الهيكلي، الجهاز ده بيتكون من العظم والعضلات واربطه واوتار وغضاريف. ده اللي مسؤول على العظم والعضلات اللي موجوده عندك في الجسم. وكمان الجسم بيبدا ان هو يشتغل ويعمل الحركه بتاعته عن طريق عمليتين، ايه هما؟ انقباض وانبساط. انقباض وانبساط. انقباض العضلات هي تقليص الحجم، انقباض يعني حاجه بتنقبض، حاجه حجمها بيقل، هي تقليل طول العضله، تقليل طول العضله. وانبساط العضلات عكسها على طول، يبقى زياده
طول العضله. تعال نشوف كمان العضلات عندي قسمتها نوعين، ايه هما؟ قال لي عضلات لا اراديه وعضلات اراديه. باينه من اسمها، عضلات لا اراديه دي ما بقدرش اتحكم فيها خالص، هي اللي بتتحرك وبتشتغل لوحدها. اما العضلات الاراديه ديت انا اللي بتحكم فيها. طب زي ايه مثلا عضلات لا اراديه؟ زي عضله القلب، القلب بينبض، طب هل انت بتتحكم فيه؟ لا طبعا. زي عضلات العين، زي كمان عضلات الجهاز الهضمي، كل العضلات دي انت ما بتتحكمش فيها، فدي عضلات لا اراديه. وعندي كمان عضلات اراديه زي ايه بقى؟ باقي اعضاء جسمك، زي الدراع، بفرد دراعي وبتني دراعي، دي كده عضله اراديه. زي ايه تاني؟ زي عضله الرقبه، اقدر اعمل رقبتي في كل الاتجاهات، فمعنى كده ان هي عضله اراديه بقدر اتحكم فيها. عندي كمان جهاز الغدد الصماء. جهاز الغدد الصماء دي مجموعه من الغدد بتفرز هرمونات، الهرمونات دي ليها وظيفه كبيره ان الجسم يقوم بالوظائف بتاعته، دي بتساعدنا ان احنا نقدر نعيش ونتحرك ونروح ونيجي وناكل ونشرب ونقف ونقعد، ليها علاقه بكل الكلام ده. طب ايه هي بقى الهرمونات اصلا؟ قال لي هي مواد كيميائيه تفرز من الغدد الصماء. مين اللي بيفرزها؟ الغدد الصماء. بتساعد على ايه؟ بتساعد الجسم ان هو يقوم بالوظائف الحيويه بتاعته. دخلت بعد كده على الجهاز الدوري. ايه هو الجهاز الدوري؟ ده جهاز بيتكون من عضله القلب والدم والاوعيه الدمويه. الاوعيه الدمويه دي بتشمل ايه؟ بتشمل 3 حاجات: شرايين، اورده، شعيرات دمويه. يبقى انا عندي الجهاز الدوري بيتكون من 3 حاجات: قلب ودوره قلب. الجهاز الدوري بيتكون من 3 حاجات، ايه هما؟ القلب والدم وعندي الاوعيه الدمويه. الاوعيه الدمويه بتتكون من ايه؟ بتتكون برضو من 3 حاجات: شرايين، اورده وشعيرات دمويه. وظيفته ايه؟ وظيفته نقل الدم والغازات داخل جسمك، وكمان بينقل لك العناصر الغذائيه. انت دلوقتي دخلت غاز اكسجين وبتطلع ثاني اكسيد الكربون، مين اللي مسؤول عن نقل الحاجات ديت؟ اللي مسؤول عنها الجهاز الدوري. دخلت اكل فبدات تاكل، فعايز الاكل يتوزع على جسمك كله، مين اللي هيوزعه لك؟ الجهاز الدوري. دخلت بعد كده على الجهاز التنفسي. ايه هو الجهاز التنفسي؟ هو اللي مسؤول عن التنفس في الانسان. طيب بيتركب من ايه؟ بيتركب من اول حاجه الانف، تاني حاجه اسمها القصبه الهوائيه، تالت حاجه وهو العضو الاساسي، وركز فيه عشان يجي يقول لك مين هو العضو الاساسي في الجهاز التنفسي، تقول له الرئتين. يبقى الرئتين هو الجهاز او العضو الاساسي في الجهاز التنفسي. ورابع حاجه لو حطيت ايدك هنا هتلاقي عضله عندك بالشكل دوت، دي عضله الحجاب الحاجز. قال لي طب بتتم ازاي؟ انا قلت لك اي عضله بتتحرك عن طريق عمليتين: انقباض وانبساط. يبقى الجهاز التنفسي بيشتغل ازاي؟ عن طريق عضله الحجاب الحاجز، ان هي بتعمل انقباض وانبساط. طيب تعال نشوف بيحصل ازاي. بيحصل عن طريق عمليتين: شهيق وزفير. شهيق وزفير. عمليه الشهيق بيحصل فيها انقباض لعضله الحجاب الحاجز، انقباض لعضله الحجاب الحاجز يعني حجمها بيقل وبتتحرك الى اسفل، فبيدخل الهواء لجسمك اللي هو الاكسجين. طب الزفير قال لي بيحصل فيها انبساط لعضله الحجاب الحاجز وتتحرك الى اعلى، فيخرج من جسمك ثاني اكسيد الكربون. رابع حاجة الجهاز الهضمي، وده الجهاز المسؤول عن هضم الطعام وتوفير الطاقة والعناصر الغذائية. يبقى ايه هي عملية الهضم؟ هي عملية تحويل الطعام من صورة معقدة إلى صورة بسيطة. ليه؟ علشان يستفيد منها الجسم بتاعك. طيب التركيب بتاعه ايه؟ أول حاجة الفم، بيدخل بعد كده المريء، تدخل بعد كده معدتك، وأمعاء غليظة وأمعاء دقيقة. طب تعالى بقى كده ركز في الحته دي. ممكن يقول لك بيبدا عمليه الهضم فين؟ بتبدا فين؟ اول حاجه بتبدا فيها عمليه الهضم تقول له في الفم. طب بتنتهي فين؟ بتنتهي في الامعاء الدقيقه. ايه ده مستر وانا مش عندي اخر حاجه الامعاء الغليظه؟ بس بتنتهي في الامعاء الدقيقه. طب ايه وظيفه الامعاء الغليظه؟ الامعاء الغليظه بتمتص السوائل في الاكل اللي ما اتهضمش علشان تطلعه في صورة فضلات، يبقى آخر حاجة بيحصل فيها عملية الهضم إيه هي؟ الأمعاء الدقيقة. كمان ممكن يجي يقول لك في عضو مشترك ما بين الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، تقول له عضو البلعوم. البلعوم. طيب تعالى بقى نشوف الأكل دوت بيخش لجسمنا إزاي بالظبط. قال لي انا اول حاجه دخلت الاكل ده بيحتوي على حاجه اسمها سكر جلوكوز. سكر الجلوكوز ده اللي بتحتاجه الخليه عشان تديني الطاقه. طب ده بيتخزن فين؟ بيتخزن في مكانين. بيتخزن اول حاجه في الكبد والعضلات، بيتخزن في الكبد والعضلات في صوره ايه؟ في صوره ماده اسمها جلايكوجين. يبقى لما يجي يقول لك ايه هي وايه هو اسم الماده اللي بتتخزن بيها الطاقه داخل جسم الانسان، تقول له الجلايكوجين. دي ماده مخصصه لتخزين الطاقه.
عندي خامس جهاز عندي وهو جهاز الاخراج. بقى انت اكلت وشربت وعملت كل اللي انت عايزه، هوب عايز ادخل الحمام، طب هعمل ايه؟ دي مجموعه من الاعضاء والاجهزه بتعمل ايه؟ بتطلع الفضلات اللي انتجتها الخلايا خارج الجسم. طب ايه هي عمليه الاخراج؟ هي عمليه حيويه يقوم بها جسم الانسان لطرد الفضلات خارج الجسم. طب بيتكون من ايه؟ قال لي عندي بعض الاجهزه فيها اخراج، عندي بعض الاجهزه هي اللي مسؤوله عن الاخراج. ايه هو؟ قال لي جهاز تنفسي، مش انت بتتنفس بتطلع ثاني اكسيد الكربون، ده كده اخراج. الجهاز البولي لما حضرتك بتدخل الحمام ده كده اخراج. وعندي كمان الجلد. ايه ده مستر الجلد؟ الجلد بيطلع لي العرق، انت في الصيف بتبقى عرقان، فده كده بيطلع املاح زايده في جسمك الى خارج الجسم، فبيطلع عن طريق الجلد. طيب عندي الاعضاء بقى اللي متخصصه في التخلص من الفضلات. ايه هي؟ 3 حاجات. اول حاجه الكليه، بعد كده الجلد، وكمان الرئه. طب الكليه بتطلع ايه؟ دي بتنقي وترشح الدم، ترشيح يعني بتخليه نقي، ما بتخليش فيه حاجات سامه، بتنقي وترشح الدم من الفضلات. وكمان مثل ايه؟ مثل اليوريا، مثل الميه، الاملاح الزائده اللي قلت لك عليها من شويه. طب والجلد؟ قال لي الجلد بيتخلص من الماء والاملاح الزائده عن طريق العرق، عن طريق العرق. طب العرق ده ازاي بيطلع؟ ان انا الجلد بتاعي فيه مسامات صغيره، المسام الصغير ده بيطلع لي الميه والاملاح الزايده في جسمي. عندي كمان الرئتين بيتخلصوا من غاز ثاني اكسيد الكربون من خلال الهواء بتاع عمليه الزفير. طيب عندي كم مصطلح بس سريعا تعالوا نشوفهم مع بعض. قال لي الكليه ديت لو دخلت جواها بالميكروسكوب بلاقيها انها متكونه من حاجه اسمها النفرونات. ايه هي النفرونات دي؟ قال لي هي وحدات مجهريه، يعني بشوفها بالميكروسكوب داخل الكليتين. وظيفتها ايه؟ وظيفتها انها بتنقي وترشح الدم من الفضلات. طيب وعندي كمان البول ده عباره عن سائل بيخرج خارج الجسم. ليه؟ بسبب تنقيه الدم الكليتين دلوقتي نقوا الدم بتاعي ونقوا الجسم بتاعي من الفضلات، فنتج عندي السائل دوت اللي هو البول. بيتكون من الميه واليوريا وفضلات اخرى الجسم بيرميها بره خالص. طب ايه هي عمليه التبول؟ عمليه طرد البول خارج الجسم. عندي هرمون مهم قوي اسمه هرمون الانسولين. الانسولين ده مسؤول عن مستوى سكر الدم في جسم حضرتك. المستوى السكر اللي بيدخل جوه مين اللي مسؤول عنه؟ هرمون الانسولين. فالهرمون ده لو زاد شويه الانسان بيبدا يصاب بعد الشر عليك بمرض اسمه مرض السكر. طيب ده ايه هو مرض السكر؟ قال لي هو اضطراب. يعني ايه اضطراب؟ يعني في لخبطه في الغدد الصماء بتاعه الشخص دوت، نتيجه ان البنكرياس اللي بينتج هرمون الانسولين دوت في بعض المشاكل، فبيبدا ان هو مش بيقدر ان هو يكسر السكريات اللي بتخش جوه جسم حضرتك. وده كده المفهوم الثاني عندك. تعال ندخل على المفهوم الثالث. يلا بينا بقى يا حبايبي نكمل المفهوم الثالث. المفهوم الثالث هيكلمني عن الطاقه كنظام. خلاص انا اتكلمت عن جسم الانسان والخليه، تعال بقى نشوف الطاقه كنظام. ايه هي الطاقه؟ اللي هي الضوء، الشمس، الصوت، النور بتاعك، كل الكلام دي عباره عن طاقه. طيب الطاقه عباره عن ايه؟ قال لي الطاقه ديت هي دايره كهربيه، وهيخصص لك الطاقه في المفهوم ده على الدايره الكهربيه. ايه هي الدايره الكهربيه؟ قال لي هي مسار مغلق. ليه؟ لحركه التيار الكهربي، عشان التيار الكهربي يقدر يتحرك. يبقى تعمل الدائره الكهربيه كنظام مغلق، كلهم بيتحدوا مع بعض بس كنظام ايه؟ خلي بالك من الكلمه، نظام مغلق. طيب مكونات الدايره الكهربيه عندي بتتكون من ايه؟ بتتكون من بطاريه وجهاز والسلك المعدني ومفتاح. طب البطاريه ايه لازمتها؟ هي مصدر التيار الكهربي اللي بتديني كهرباء. طب والسلك ده اللي هيوصل الكهرباء من الكوبس بتاع الكهرباء الى الجهاز اللي انا عايز اشغله. وعندي المفتاح اللي هو الزرار بتاع النور، ده اللي بيوصل او ده مستخدم لفتح وغلق الدائره الكهربيه. طب انا عندي طريقتين علشان اوصل الاجهزه اللي عندي في البيت، طريقه اسمها التوالي وطريقه اسمها التوازي. طيب تعالى ناخد واحده واحده. التوالي قال لي ان هي التيار ساعتها بيمشي في مسار واحد، بيمشي في اتجاه واحد، يعني انا عندي سلك بالطول ده هيمشي في السلك ده بس. خلاص. طيب يبقى معنى كده ان انا لو جيت وصلت مصابيح كهربيه ببعضها خلاص على السلك الواحد دوت، وجيت مره واحده المصباح اللي في النص اتكسر مني او فصل مني او اتحرق، باقي الدايره هتفصل. خلاص، ما لازم ان هو المسار كله يكون متوصل ببعض، يكون مسار مغلق. فلو اي جهاز من الاجهزه فصل يبقى كل الاجهزه هتفصل. طب تعالى بقى للناحيه الثانيه للتوصيل على التوازي. طيب كل جهاز او كل حاجه بيبقى ليها مسار لوحدها، بيبقى ليها سلك لوحدها. طيب
معنى كده ان انا لو عندي جهاز وقف او جهاز باظ او لمبه اتحرقت، مش خالص 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 ما ينفعش ان الاجهزه الباقيه تفصل. ليه؟ علشان التوصيل على التوازي. يبقى اما يجي يسالك انهي الافضل في ان انا اوصل عليه، اقول له نظام التوازي. طب لو قال لك ليه لما بوصل على التوالي كلهم لو اتحرق جهاز باقي الاجهزه بتفصل، اقول له علشان توصيل التوالي بيكون في مسار واحد. طب ليه يقول لك التوازي احسن؟ تقول له علشان التوازي بيوصل كل جهاز او كل مسار منفرد، كل واحد لوحده. عندي بعد كده الكهرباء. ايه هي الكهرباء اصلا؟ قال لي هي صوره من صور الطاقه تنتج من تدفق الشحنات. تدفق يعني حاجه بتمشي، فمعنى ان كلمه تدفق ان حاجه بتمشي، تدفق الشحنات الكهربائيه في مسار مغلق. طيب عندي التيار الكهربي، قال لي دي حركه الالكترونات، حركه حاجه اسمها الالكترونات، دي موجوده جوه التيار الكهربي. ليه؟ عبر موصل مغلق، عبر مسار مغلق. طيب علشان ينتقل من هنا لهنا لازم حاجات معينه. ايه هي؟ قال لي ان الدايره دي تكون مسار مغلق، مهمه. وايه تاني؟ قال لي ان الدايره دي تكون متوصله بمصدر للكهرباء. ينفع اشغل النور من غير ما اكون موصل كهرباء؟ لا. ينفع اشغل الثلاجه، البوتاجاز، الغساله غير لما اكون متوصل بالكهرباء؟ طبعا لا. طيب عندي حاجه كمان اسمها المجال المغناطيسي. ايه هو المجال المغناطيسي؟ قال لي المجال المغناطيسي دي لما انا بوصل الكهرباء في السلك، فبيبدا السلك ده يكون حواليه مجال. طبعا انا ما اقدرش اشوفه بعيني، فالمجال ده بسميه مجال مغناطيسي. لو انت جربت كده وشغلت وجبت مغناطيس قربته من السلك هتلاقيه ان هو بينجذب ليه شويه. طيب يبقى ده بسميه ايه؟ بسميه مجال مغناطيسي. المجال المغناطيسي ده هو ايه؟ هو حيز حول المغناطيس تظهر فيه اثار القوه المغناطيسيه، يعني بيوريك ازاي المغناطيس ده بيجذب الاشياء ناحيته. طب ايه هي الجاذبيه الارضيه؟ قال لي الجاذبيه الارضيه دي هو جذب الارض للحاجات اللي موجوده عليها. لو الجاذبيه دي مش موجوده احنا هنبدا ان احنا نبقى ايه؟ طايرين في الهواء. فالجاذبيه دي اللي ايه؟ اللي مثبتانا في الارض. الجاذبيه دي بتتوقف على ايه؟ بتتوقف على حاجتين: الكتله والمسافه. الكتله والمسافه. لو انا كتلتي تقيله فالجاذبيه هتزيد معايا، يعني انا كتله الجسم كتلته تقيله، الوزن بتاعه تقيل، الجاذبيه هتشدني بطريقه اكبر، فكلما زادت الكتله بتزيد جذب الارض. والمسافه ان انا لما المسافه بتزيد ما بين الجسم وما بين الارض بتقل الجاذبيه، بتقل الجاذبيه. طيب يبقى دول الحاجتين اللي بيتوقف عليهم قوه الجاذبيه. عندي صنفت المواد لمواد موصله للكهرباء، مواد عازله للكهرباء. ايه هي المواد الموصله؟ المواد اللي بتسمح ان الكهرباء تمشي فيها. طب وايه هي المواد العازله؟ دي المواد التي لا تسمح بسريان التيار الكهربي. طب مواد موصله زي ايه؟ حديد، نحاس، الومنيوم. طب مواد غير موصله: خشب، بلاستيك، مطاط. وعندي كمان صنفت المواد لمواد مغناطيسيه، مواد غير مغناطيسيه. ايه هي المواد المغناطيسيه؟ دي المواد اللي بتنجذب للمغناطيس. مواد غير مغناطيسيه مواد لا تنجذب للمغناطيس. طيب دخلت بعد كده ان انا بستخدم جهاز معين. لما انت بتمشي في الشارع وتلاقي النور قطع بتلاقي جهاز كده شغال عامل صوت عالي، الجهاز ده بسميه المولد الكهربي. ايه هو المولد الكهربي؟ ده جهاز بنحطه احنا، هو ما بيشتغلش بكهرباء، هو بس بحط له طاقه كيميائيه، بحط له يعتبر حاجه شبه البنزين، فبيبدا ان هو يشتغل. الشغل بتاعه دوت او الحركه بتاعه الموتور بتاعه بيولد لي طاقه كهربيه. يبقى يقول لك اذكر تحولات الطاقه في المولد الكهربي، تقول له ان هو بيحول الطاقه الميكانيكيه اللي هي الحركيه الى طاقه كهربيه. عندي كمان حاجه في الدايره اسمها المقاومه الكهربيه، دي اللي بتخلي التيار يقل شويه. طب اهميتها ايه؟ اهميتها ان هي بتبطئ شويه التيار الكهربي. علشان انا مثلا عندي الجهاز ده بيستحمل طاقه كهربيه معينه، لو عطيت له طاقه مره واحده ممكن الجهاز يبوظ مني. فالمقاومه دي اهميتها ان بتخلي التيار يمشي على حسب قدره البطاريه بتاعت الجهاز، فيبدا ان هو يشتغل، فبتقلل الاضرار اللي بتحصل في الدائره الكهربيه. عندي كمان جهاز اسمه الجلفانومتر. ايه هو الجلفانومتر ده؟ ده جهاز بستخدمه عشان استدل على التيارات الكهربائيه الصغيره. انا عندي جهاز بيشتغل ببطاريه بسيطه خالص زي الريموت، زي التليفون، فالحاجات دي البطاريه بتاعتها مش كبيره قوي، فانا هعرف ازاي قدرتها عن طريق جهاز اسمه الجلفانومتر. وده كده المفهوم الثالث. يلا بينا نبدا في الوحده الثانيه واللي هي بتتكون من مفهومين بس. يلا بينا ركز معايا ناخد الوحده الثانيه سريعا برضو زي اللي فات كده على طول. المفهوم الاول بيكلمني عن الطاقه الحراريه ودرجه الحراره. قال لي ان اي ماده عندي بتتكون في 3 صور: ماده صلبه، ماده سائله، ماده غازيه. طب ازاي بقى اتكونت؟ على حسب المواد ده اتكونت عن حاجه اسمها طاقه الحراره او طاقه الحركه او الطاقه الحراريه بتاعتها ودرجه الحراره. طب ايه هي طاقه الحركه؟ هي الطاقه اللي بتكتسبها
الماده بسبب الحركه بتاعتها. بسبب ايه؟ الحركه بتاعتها. وعندي كمان طاقه حراريه، ايه هي مجموع طاقه الذرات داخل الجزيئات. انا عندي اصغر وحده بنائيه قلت لك عليها في اول الفيديو، اصغر وحده بنائيه للماده هي الذره، حاجه صغننه قد كده اهو. خلاص، فالحاجه الصغيره ديت وهي موجوده جوه الماده بتبدا ان هي تتحرك، فلما بتتحرك بتديني طاقه حراريه. فانا زي ما قلت لك المواد عندي كام واحده؟ 3: صلبه، سائله، غازيه. الماده الصلبه تتحرك جزيئاتها بشكل صغير، ليه؟ عشان هي قريبه من بعض. لو جيت بصيت على الذرات بتاعتها هلاقيها قريبه ماسكه في بعض جامد، فالحركه بتاعتها بتكون مش كبيره. وكمان من خصائصها ان شكلها ثابت وحجمها ثابت. طب دخلت بعد كده على الماده السائله. الماده السائله يعتبر فيها تنوع شويه، ليه؟ لان الماده بتتحرك بحريه متوسطه الى حد ما، بتبدا انها تتحرك ولها شكل متغير بس حجمها ثابت. الشكل متغير بس الحجم ثابت. الماده الغازيه دي بقى براحتها، بتتحرك بحريه تامه بقدر كبير، عندها قدر كبير من الطاقه، فبتتحرك براحتها وليس لها ولا شكل ثابت ولا حجم ثابت. طيب تعال نشوف كده العمليات اللي انا بقدر احول بيها الماده من صوره الى اخرى. ازاي التلج يبقى ميه، ازاي الميه تبقى تلج. فدي عندي 4 عمليات مهمين جدا بتتم عن طريق اكتساب حراره او فقد حراره. 2 باكتساب و2 بفقد. يبقى انا عندي 4 عمليات، 2 بيكتسبوا و2 بيفقدوا. طب تعال نشوف اللي بيكتسب. ايه هي اللي بتكتسب حراره؟ قال لي الانصهار والتبخر. الانصهار ده بيتحول الماده من الصوره الصلبه للصوره السائله، من الصوره الصلبه الى الصوره السائله. طب التبخر هو تحول الماده من الحاله السائله الى الحاله الغازيه. يبقى في الامتحان بكره لما يجي يقول لك ايه هما الحاجتين او العمليتين اللي بتتم عن طريق اكتساب حراره، تقول له انصهار وتبخر. طب عن طريق الفقد بقى عندي عمليتين: تجمد وتكثف. تجمد وتكثف. التكثف عباره عن ايه؟ عباره عن تحول الماده من الحاله الغازيه الى الحاله السائله. طب والتجمد عباره عن تحول الماده من الحاله السائله الى الحاله الصلبه. طيب دخلت بعد كده ان انا عندي الحراره بتنتقل ازاي؟ بتنتقل من الجسم السخن الى الجسم البارد. انت دلوقتي لما بتبقى سقعان بتروح تمسك ايد ماما، تبدا ان انت ايه؟ تلاقي ايد ماما سخنه فتبدا ان انت تتدفى، فانت كده عملت انتقال للحراره من جسم ماما لجسمك. فعندي حاجه اسمها درجه انصهار ودرجه غليان. ايه هي درجه الانصهار؟ قال لي هي الدرجه اللي بتتحول عندها الماده من الحاله الصلبه للحاله السائله. وهي درجه الغليان هي درجه الحراره اللي بتتحول عندها الماده من الحاله السائله للحاله الغازيه. طيب خلي بالك معايا، درجه غليان الميه كام؟ 100 درجه مئويه. طب ودرجه غليان الزئبق 357 درجه مئويه. خلي بالك من الرقمين دول عشان ممكن يجيبها لك بكره اختيارات. طيب عندي بعد كده حاجه اسمها تشكيل الازاز. ازاي الازاز بقدر اعمل له اشكال بالشكل دوت واعمل له حاجات كده تبقى ليها شكل معين؟ قال لي عن طريق بعض الخطوات. ايه هي الخطوات؟ بجيب الازاز ده واحطه في فرن كبير. الفرن ده درجه حرارته عاليه قوي، فبيبدا الازاز ده ينصهر، بيبقى شبه السائل. فبعد كده ببدا اجمعه واشكله واسيبه يبرد. يبقى انا اول حاجه جبته سيحته فعملت له صهر، بعد كده جمعته مع بعض، وبعد كده شكلته على الشكل اللي انا عايزه وسبته ان هو يبرد. طيب تعالى بقى نشوف العلاقه. الماده اللي عندي سواء صلبه سائله غازيه ودرجه الحراره، العلاقه ما بينهم ازاي بتتم؟ قال لي ان انا كلما اكتسبت درجه الحراره بيحصل حاجه للماده اسمها تمدد للحراره، تمدد للحراري، اسمها تمدد حراري. التمدد الحراري ده بيحصل لما بكتسب طاقه حراريه. طيب وعندي حاجه عكسها على طول اسمها انكماش حراري، ان الماده بتبدا حجمها يقل، بتنكمش. طيب يبقى التمدد الحراري زياده حجم الماده بسبب ارتفاع درجه الحراره. طب والانكماش؟ قال الانكماش هو تقلص او تقلل من حجم الماده بسبب فقد الحراره او انخفاض درجه الحراره. عندي بعض التطبيقات اللي عليهم. تعال نشوف كده اول تطبيق وهو الترمومتر. لما حضرتك بعد الشر عليك بيجي لك سخونيه، ما هو تحط لك الترمومتر تطلعه تقول لك انت درجه حرارتك كذا. طب ازاي عرفت درجه الحراره؟ درجه الحراره عرفتها عن طريق الترمومتر ان جواه سائل اسمه الزئبق اللي درجه غليانه 357 درجه مئويه. فلما السائل ده لما انا بحط الترمومتر السائل ده بيبدا يتاثر بحراره جسمي، فيبدا ان هو يطلع في شريط معين كده يطلع لي عند درجه حرارتك. يبقى فكره عمله ان السائل ده بيغير الحجم بتاعه، بيتمدد. طب خلاص انا عرفت قست درجه الحراره والسائل اتمدد وعرفتها، ببدا ان انا ارجه كده، الدكتور بيرجه كده ويسيبه في ميه او بيسيبه على الترابيزه.
لما بيبدا يسيبه على الترابيزه خلاص بيبدا السائل ده يعمل حاجه اسمها انكماش حراري، فبيرجع حجمه زي ما كان. طيب عندي حاجه تانية، المثال التاني، زي انت اللي جبت دلوقتي برطمان صلصه ومش عارف تفتحه، فقلت لبابا او ماما تعالى افتحه لي، فبرضه الغطا ماسك جامد قوي، فبيبداوا يعملوا ايه؟ يبداوا يفتحوا الحنفيه وميه سخنه ويحطوا الغطا تحتها، تبدا تعرف تفتح الغطا. ايه ده؟ انتوا عملتوا سحر؟ لا هو مش سحر، هو عمل ايه؟ عمل تمدد حراري. ان الغطا اللي مقفول بيه ده، الغطا ده عباره عن ماده صلبه، ماده صلبه، فلما انا حطيت عليه حراره حصل للجزيئات والذرات بتاعته تمدد، فبدات ان هي تبعد عن بعض شويه، فلما تبعد عن بعض يبدا الغطا يبعد عن الازاز اللي هو ماسك فيه، فالغطا يتفتح عادي. عندي ايه تاني؟ عندي الفواصل اللي موجوده على القطر. لو انت ماشي على القطر او على الترام هتلاقي ما بين القضيب والقضيب في فاصل صغير كده، الفاصل ده بسميها فواصل الترام. او بتحصل ازاي؟ بتحصل برضو بالتمدد الحراري. طب وظيفتها ايه؟ وظيفتها ان انا الترام دوت او القضيب بتاع القطر او الترام متساب على طول في الشمس، فلما الشمس بتنزل عليه بتديله حراره، فلما تديله حراره يبدا يعمل تمدد. فدلوقتي لو انا لازق الاثنين في بعض، القضيب عامل كده، هيبدا ان هو يبدا يعمل شكل متقوس كده، خلاص. فلما يعمل تقوس كده ويجي يمشي القطر او الترام عليه، يبدا القطر ايه؟ يحصل له حوادث. فعشان اتفادى ده عملت ايه؟ بعدت الاثنين عن بعض، خليتهم كده. فبالتالي لما تيجي الشمس تديله طاقه حراريه هيبدا ان هو يتمدد بالشكل ده، فهسيب له مسافه ان هو يتمدد فيها، مش هيعمل لي بقى الشكل دوت والقطر يطلع وينزل والكلام ده. فانا هسيب له المسافه دي علشان يبدا ان هو يبقى في امان شويه، علشان القطر او الترام ما يعملش حادثه. ده كده كان المفهوم الاول في الوحده الثانيه. يلا بينا نخش على المفهوم الثاني والاخير. يلا بينا كده، تعالى معايا نكمل. طيب المفهوم الاخير معايا هنكلمني عن انتقال الحراره. ازاي الحراره بتنتقل من جسم الى جسم اخر بقى؟ قال لي الحراره دي هي الطاقه التي تنتقل من جسم الى جسم اخر بسبب اختلاف درجات الحراره. طب انا عندي الحراره دي ليها خصائص. ايه هي خصائصها؟ 4 خصائص مهمين، وممكن يقول لك بكره في الامتحان يقول لك اذكر خصائص الحراره. اول حاجه عندي ان هي بتنتقل من الجسم السخن الى الجسم البارد. تاني حاجه بتزود سرعه الجزيئات جوه الجسم. رقم 3 هي إحدى صور الطاقة، هي صورة من صور الطاقة. رقم 4 لا تفنى، يعني هي مش بتخلص لكنها تنتقل من جسم إلى آخر. لا تفنى يعني هي مش بتخلص بس بتنتقل من جسم للجسم الآخر. طيب إزاي بحصل على الطاقة دي؟ بحصل عن طريق 3 حاجات. إيه هما؟ قال لي الطرق. لو أنت جيت دلوقتي جبت مسمار وفضلت تدق عليه، تمسك المسمار بعد ما خلصت دق عليه تلاقيه سخن شوية كده، أنت عطيته طاقه او عطيته حراره، برافو عليك. عندي كمان النار. لو انت سقعان بتفضل، لو جيت فتحت كده النار بتفضل تعمل ايه؟ تبدا ان انت تحط ايدك على النار عشان تبدا ان انت تتدفى. عندي كمان حاجه اسمها الاحتكاك. وانت في الفصل في المدرسه بتحس ان انت سقعان فتبدا تعمل ايه؟ تعمل ايدك كده في بعضها فتحس ان في حراره، دي حاجه اسمها الاحتكاك. فمعنى كده ان انا الجسم بينقل الحراره من الجسم الساخن للجسم البارد. لحد امتى هيفضل ينقلها؟ هيفضل ينقلها لحد ما يوصل لحاله اسمها حاله الاتزان الحراري. يعني ايه اتزان حراري؟ يعني الجسمين يبقى ليهم نفس درجه الحراره. انت دلوقتي رحت مسكت في ايد ماما، فبعد فتره دفيت ايدك، فايدك دفت ازاي؟ ان درجه حرارتك بقت زي درجه حراره ايد ماما، فخلاص انت كده وصلت لحاجه اسمها الاتزان الحراري. يبقى ايه هو الاتزان الحراري؟ هي حاله تحدث عندما تتساوى درجه حراره الاجسام فتؤدي الى وقف انتقال الطاقه. خلاص الطاقه او الحراره مش عايزه تنتقل. طيب عندي زي ما قلت لك من شويه مواد موصله للكهرباء ومواد عازله. عندي مواد موصله للحراره ومواد رديئه التوصيل للحراره. دي مواد بتوصل ومواد مش بتوصل. طب ايه المواد اللي بتوصل؟ زي برضو الحديد والنحاس والالومنيوم. طب ايه المواد اللي مش بتوصل؟ برضو هواء، بلاستيك، زجاج، خشب. طيب ازاي الحراره بتاعتي بتنتقل؟ قال لي الحراره بتاعتي بتنتقل عن طريق 3 حاجات. ايه هما ال3 حاجات؟ اول حاجه التوصيل الحراري. التوصيل الحراري ازاي؟ دي بتحصل بسبب المواد الصلبه. في المواد الصلبه ازاي؟ ان لازم الجسمين يبقوا بيلمسوا بعض، لو الجسمين بعاد ما يقدرش يعمل توصيل حراري. عندي حاجه تانية اسمها حمل حراري. الحمل الحراري دي بتحصل بين المواد السائله والغازيه، يعني هم بعاد عن بعض مش لازم يبقوا ملامسين بعض، بس الهواء تمام بينقلهم، دي ماده غازيه. السوائل برضو بتنقلها. وعندي حاجه تانية اسمها الاشعاع، والاشعاع دي هي طرق انتقال الحراره عبر الفضاء في صوره حاجه اسمها موجات. طيب عندي العوامل اللي بتاثر بقى في الانتقال. حاجه بتاثر على درجه الحراره وهي بتنتقل من هنا الى هنا، ايه هي؟ قال لي اول حاجه الاختلاف في درجه الحراره.
تاني حاجه مساحه السطح. تالت حاجه طول مسافه التلامس، المسافه كبيره ولا صغيره. ورابع حاجه نوع الماده. بس عندي بقى العوامل اللي بتعزل الحاجه حاجتين، نوع ماده وطول المقبض. طول ايه؟ المقبض. طب انا ازاي يا مستر؟ قال لي نوع الماده بيتوقف ازاي؟ بيتوقف ان العزل الحراري لما انت بتيجي بتشيل الحله بتلاقي ان الايد بتاعتها يا خشب يا بلاستيك، ما ينفعش تكون حديد او الومنيوم او نحاس. ليه؟ عشان انت لو مسكتها دي ماده بتوصل حراره، فبالتالي هتلاقيها سخنه جدا فحضرتك تتلسع. فلازم عندي حاجه نوع الماده دي بتاثر، فلازم اعمل الايد بتاعتي من الخشب او البلاستيك. طب طول المقبض ازاي بقى؟ قال لي لو انا المقبض بتاعي طويل شويه فهيبدا ان هو يعزل. لو انت جبت حاجه كبيره شويه او الايد بتاعتها كبيره شويه زي الكنكه مثلا وحطيتها على النار، جيت بعد ما خلصت وعملت قهوتك بتشيلها بتصب القهوه، لقيت ان انت ممكن تمسكها عادي. ليه؟ لان الطول بتاعها كبير، فمش هتقدر تنقل الحراره من اولها لحد اخرها، فمش هتحس ان هي سخنه قوي. عندي برضو اخر حاجه معايا قانون مهم جدا. ايه هو؟ قال لي قانون بقاء الكتله. قانون بقاء الكتله قال لي ان الكتله الكليه للماده مقدار ثابت لا يتاثر. مقدار ثابت لا يتاثر، يعني الماده لما بتتحول من صوره او من حاله الى اخرى كتلتها بتفضل ثابته، كتلتها بتفضل ثابته، وزنها بيفضل ثابت. طيب عندي كمان ان التغيرات الكيميائيه، انا عندي اخدت قبل كده في سنه 5 لو فاكر تغيرات كيميائيه وتغيرات فيزيائيه. طب ايه الفرق ما بينهم؟ ان انا ديت بيحصل تغير في شكل او نوع الماده، اما التغيرات الكيميائيه بتنتج لي مواد جديده. فهو عايز يقول لك هنا ان التغيرات الكيميائيه بتعمل على انتاج مواد جديده لها خصائص خاصه بيها. تمام؟ طيب عمليه خلط المواد زي مثلا عمليه او صناعه الخرسانه اللي ببني بيها دي بتتم تحت درجات حراره مرتفعه جدا. زي ايه كمان؟ زي صناعه الزجاج، قلت لك بنحطها في افران درجه حرارتها عاليه جدا. خلاص اتفقنا كده؟ يبقى انا لميت معاك المنهج بتاعك كامل في فيديو واحد شرح سريع. اتمنى حضرتك تكون استفدت وتكون وصلت للمعلومه والمعلومه بالنسبه لك بسيطه. ان شاء الله اتمنى ان انت ربنا يوفقك بكره وبعد الامتحان تطمني في الكومنتات عملت ايه وتقول لي استفدت ولا لا. واشوفكم على خير ان شاء الله في الترم الثاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.